ميدان عند ابتلاء الى لوكاس فاسكيز. لوكاس الكرة لتوني كروس، عرضية داخل منطقة الجزاء، راسية ميليتاو لكنها عالية وجاءت بعيدا، تأتي إلى ضربة مرمى. للمرة الثالثة تقام هذه المسابقة في المملكة بعد 2019 عندما توج ما يرام بين النجمين السابقين لنادي ميلان الإيطالي كلاعبين كمدربين أيضا، لأنه قد كرة قدم رائعة، محاولة وكرة لكس، لمسة في وسط الميدان، رودريجو في المساحة كما على مستوى الأطراف، لعيب وبتمريرات ذكية وعرضيات خطيرة. كامافينجا 90 على حساب برشلونة، كرة في وسط الميدان طويلة ومحاولة فيها تغطية، محاولة بكرة طويلة لكنها بعيدة على كافاني، بعيدة على كافاني في الأخير إلى ضربة مرمى. خبرة كبيرة عند إيدنسون، خطيرة لرودريجو، رودريجو بكرة لكنها بعيدة وعالية، ضربة مرمى لفالنسيا. حلوة التمريرة، ذكية التمريرة، جميلة، وضرب الدفاع الخماميش لكنه سرق الكرة بدون إلى لوكاس بدون متابعة، بعيد وسب كرة أمامية، توني لمسة لكريم فالفيردي، تغطية بجانب، لمسات تصل عند كافاني، حلوة باتجاه كلويفرت لكن التغطية يبعدها ميليتاو مع وجود تسلل في اللقطة الماضية على جاس. عدي فينيسيوس، خطير فينيسيوس لكن المرتدات سلاح مهم للخماميش. التمريرة طويلة لكنها بعيدة على كلويفرت، أقرب لو نفسه يحاول مع هذه اللقطة، تغطية من جانب الدفاع، يلعب حول بنزيما، مر يا إلهي، حلوة من بنزيما، يا سلام، أي مهارة. دقائق لوكاس، بعيدة كرة لوكاس، الطرق المؤدية للوصول إلى مرمى كورتوا، جاي فينيسيوس إلى فالفيردي، تسديدة جميلة من فالفيردي لكن مرت بمحاذاة القائم. حلوة اللقطة الأخيرة، حلوة أنصاف الفرص، التمريرة لكلويفرت لكن سك المباراة الآن. ريال مدريد اللمسة لبيني ريال مدريد، التمريرات خلف المدافعين لا تصيب مرة أخرى. ريال مدريد يحاول هجوم، لمسة حلوة إلى الأمام باتجاه كريم بنزيما، الونتي طويلة خطيرة، كافاني بالراس، والكرة والفرصة والمرور، يا الله مستحيلة يا فينيسيوس، تغطية وتدخل من تيري والوصول إلى مناطق ريال مدريد. الكرة العرضية الأكبر، الركنية لفالنسيا، العرضية للينو صابويل، لينومر تسديدة لكنها في ميليتاو، وأخرى بعيدة وعالية وإلى ركنية. فالنسيا يضغط في هذه القمة مع هذه المحاولة اللي تلعب داخل منطقة بالراس. صامويل لينو مرة أخرى، لكن التغطية خطأ لمصلحة فالنسيا. نعم، خطأ للخماميش في هذه المباراة. الكرة العرضية لكن البحث عن الرؤوس، عن العرضيات، طويلة الكرة، محاولة لكن توريب كروس يلعب كرة عرضية نحو القائم الثاني لكن ديلاريد، الكرة لمصلحة ريال مدريد، حلوة لكن الدفاع يتدخل في اللقطة، إيجاد حلول، ضغط عالي، خطأ على ناتشو لمصلحة فالنسيا. تدخل دماء قدر لريال مدريد الوصول نحو المباراة النهائية. موسى في خط عليه، لاعب شاب عنده مستقبل كبير هذا الامريكي يونس يونس عنده مرة فينيسيوس، فيني ولكن الكرة عدت الى ركنية. حلوة اللقطة الماضية، فينيسيوس ايسر لكن كرة كلويفر ضاعت سهلة للوكاس، خطأ يحتسب الحكم للوكاس. الجمهور طبعا درجة الحرارة في ملعب المباراة. التمرير، لمسة عند كريم، تمريرة فيها تغيير اتجاه اللعب، الكرة عادت من جانب العرضية، كافاني بالكنترول، تمريرة حلوة لكن الدفاعات أمام صامويل لينو أقل اللاعبين، حاول خلف المدافع، الحلوة لكريم بنزيما، يحاول القائد، الهداف، الشخصية، الحكومة، التاريخ، القدرات التهديفية، الأخلاق العالية، الذكاء، التمرير، الصناعة، التسجيل، كل شيء تحتاجه في مهاجم كرة القدم. العديد من الأندية الأخرى اللي قابلت ريال مدريد. الكرة فيها خطأ على أكيد المسألة أصبحت صعبة عليه. الفيديو اتخذ القرار، صادق عليه الحكم المساعد فرنانديز بوجود ركلة جزائية، سجل
المدريدية الكبار السابقين حاضرين، محاولة ذكية خطيرة وكماني، يا إلهي يا كماني يا كماني بيتسلل اللقطة الماضية. حلوة 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 جميلة، لعبة في ميلان انتر، طويلة الكرة باتجاه رودريجو، لكن كريم بنزيما كان هذا أهم الأحداث في شوط. تعرف على القنوات الغير مشفرة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الإسباني، حيث لقاء دور النصف النهائي من البطولة. وتستضيف المملكة العربية السعودية النسخة الجديدة من كأس السوبر الإسباني للعام الحالي 2023، والتي يتنافس عليها الرباعي ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وريال بيتيس. والقنوات الغير مشفرة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا التي سنقدمها لكم لمشاهدة المباراة. وسيكون هناك قناة واحدة فقط هي المسؤولة عن إذاعة المباراة ومباريات السوبر الإسباني بشكل غير مشفر على القنوات. شاهدوا معي هذه القناة هي نوفا اتش دي إيطاليا، قناة اتش دي على القمر الاصطناعي أوتيل سات 5 درجات، التردد 12543 والاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 34200 ومعامل تصحيح الخطأ 8/9 وفرجة ممتعة.